يا صباح الفل، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم؟ كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله النهارده هقول لكم كام نصيحه كده اهوت، نخلي بالنا منها عشان ان شاء الله العيد يعدي علينا كده واحنا في غايه الصحه والسلامه ان شاء الله باذنك يا رب. طبعا عايزه اوصيكم ان احنا ان شاء الله ما نبداش بالموالح والرنجة والفسيخ والكلام ده خالص، انسوا. احنا ان شاء الله نبدأ يومنا عادي بفطار بسيط اقل من اللي احنا اصلا بنفطره في الايام العادية، لان طبعا معدتنا وكل اجهزة جسمنا متعودة على نظام لمدة شهر، فلازم واحدة واحدة. فطبعا يا ريت ما نكترش من الموالح بالذات الرنجة والفسيخ. هناكل بس ناكل بكميات بسيطة خالص. والحلويات طبعا ما ننزلش بالحلويات مرة واحدة، يعني 1-2 في اليوم بالكتير خالص. والشوكولاتات يا ريت نقلل منها، والفول، ونشرب مية والكلام ده كله. هيحسسنا ان احنا تعبانين خالص اول يوم ومش هنحس بفرحة العيد. طبعا لازم نشرب ميه بكميات كتيره جدا عشان نعوض السوائل اللي احنا فقدناها طول شهر رمضان، لان طبعا ما كناش بنشرب ميه كتير. هنفطر فطار خفيف خالص، ونمارس الرياضه وبلاش الكسل. هتفطر هتتغدى هتحس ان انت عايز تنام، لا، نقوم نتمشى، نشرب ميه كتير، نتحرك، يعني نحاول ان احنا نغير. هو الموضوع هيبقى صعب اول يوم، بس ان شاء الله يعدي، وان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه يا رب. كل سنه وانتم طيبين.